going down from Allah. They're getting knocked out from Allah. But as you see my heart and my power and Allah behind me, I got up, I planted my punches, planted my feet. Allahu Akbar, I just hit him so hard. He weren't getting up from that last shot, you saw it yourself. أسطورة الملاكمة العربية الذي أبهر العالم وهزم منافسيه وهو يرقص بالحلبة، الذي افتخر بكونه مسلما دائما، فكانت كلماته بعد كل مباراة يفوز فيها: هذا توفيق الله، أنا لم أفعل شيئا، ولولا وقوف الله بجانبي لكنت مهزوما الآن. إنه الأسطورة العربية الملاكم اليمني نسيم حميد، والذي لم يخسر إلا مباراة واحدة طوال حياته، وكانت في نهايات مسيرته. ولد نسيم في بريطانيا لعائلة يمنية مهاجرة، وبدأ الملاكمة وهو بعمر 12 فقط. بعدها بسنوات قليلة حقق بطولة العالم للملاكمة. استطاع الأسطورة نسيم الفوز في 36 مباراة، وخسر مباراة واحدة بقرار الحكام، في قرار قال الكثيرين أنه ظلم كبير لنسيم. لم يكن نسيم ملاكما مغمورا يلعب في اتحادات مغمورة، بل إن الكثير من مبارياته لها أرقام قياسية في أمريكا في نسب المشاهدة والمبيعات، وتعد المباراة التي خسرها واحدة من أكثر المباريات مبيعا في تاريخ المصارعة الحرة. الملاكم العربي المسلم حقق إنجازا آخر، حيث أنه استطاع الفوز بالقاضية في 31 مباراة من 35 مباراة فاز بها. هو إنجاز تاريخي عالمي في ملاكمة المحترفين. أكثر ما جعل نسيم يشتهر عالميا ليس فقط إنجازاته وسجله الأسطوري، ولكن أسلوبه الغريب والذي ظل لغزا لأعتى الملاكمين. على عكس كل الملاكمين، لم يكن يحمي نسيم وجهه بكلتا يداه، فقد كان يتركهما بجانب جسده، ويستفز الملاكم الآخر إن استطاع ضربه ووجهه مكشوفا تماما، ولكن لم يستطع أحد قط أن يفعل هذا أو يقضي عليه وهو كاشفا وجهه له تماما. فقد كان سريعا للغاية بشكل لا يصدق، وكان يتفاداها بهذه السرعة دون الحاجة لصدها بيده. كان نسيم مشهورا جدا في أمريكا، وكان الجميع يتلهف لرؤية مبارياته، فكانت ممتعة للغاية حتى مع بداية دخوله المميز. فقد كان يدخل بطرق مبدعة وهو يرقص أو يرتدي أشياء ترمز لعروبته دائما، حتى أنه دخل مرة وهو على بساط سحري يرمز إلى شخصية علاء الدين، وفي إحدى نزالاته وضع ستارا أبيض مضيء يظهر ظله، وأخذ يرقص مرارا لدقائق وسط جنون الجمهور به. لم يكتفي نسيم بالرقص خارج الحلبة، ولكن اشتهر أيضا بالرقص داخل الحلبة، كما فعل في مباراته مع الملاكم جوزيف بيدرو، وأصبحت إحدى أشهر اللقطات في تاريخ الملاكمة. في عام 1995 نال فرصته الأولى للمنافسة على بطولة العالم أمام الملاكم ستيف روبنسون، وخلال 8 جولات كان يقضي نسيم بشكل غريب على ستيف، حتى أنه بالجولة 8 استفز ستيف وأعطاه وجهه بدون أي حماية ليتحداه إن كان قادرا على توجيه لكمة واحدة له. وخلال 8 جولات أخذ نسيم يرقص مرارا أمام ستيف حتى أرداه وقضى عليه تماما في الجولة 8، لتكون هذه أسوأ هزيمة في تاريخ البطل ستيف، الذي دافع عن بطولة العالم ل7 نزالات مختلفة لم يسقط فيها قط قبل أن يقضي عليه نسيم بكل سهولة. وبنهاية عام 1997 كان التحدي الأكبر لنسيم على بطولة العالم أمام المصارع الأمريكي الخارق كيفن كيلي، والذي لم يخسر وقتها قط طوال 47 مباراة إلا مباراة وحيدة. ومع الجولة الأولى وجه كيفن كيلي لكمة شديدة أسقطت نسيم على الفور على الأرض وكأنه يتطاير، ومن ثم الجولة الثانية ليكرر كيفن نفس الشيء ويسقط نسيم مجددا، ويبدأ الجميع في الاعتقاد بهزيمة ساحقة لنسيم خلال دقائق، ومن ثم اشتبك الاثنان عن قرب شديد، ليبدأ نسيم ويسقط كيفن بضربة شديدة ليصل للجولة الرابعة ويسقطه نسيم مرة جديدة، فينهض كيلي ولكن ينقض عليه نسيم فيعطيه لكمات تسقطه للمرة الأخيرة،
ويعلن فوز نسيم واحتفاظه بحزام بطولة العالم وسط صراخ الجماهير ليهزم كيرلي في الجولة الرابعة، وتكون الهزيمة الثانية له في تاريخه، فحتى هزيمته الأولى استطاع الصمود فيها ل10 جولات. كانت الخسارة الوحيدة له عام 2001 بقرار الحكام أمام الملاكم المكسيكي شرس ماركو أنطونيو. انتهت المباراة دون أن يسقط أحد بضربة قاضية، ولكن قرار الحكام كان في صالح المكسيكي. بعدها لعب نسيم مباراة واحدة وفاز فيها، ولكنه اعتزل الملاكمة بعدها، حيث صرح أنه يعاني من الكثير من الإصابات ولم تعد لديه الرغبة في الملاكمة، ليعتزل نسيم وهو في قمة مجده بالرغم من الخسارة، حيث إنه كان وقتها أعلى ملاكما أجرا في أمريكا والعالم، وكانت ثروته تزيد عن 50 مليون دولار وقتها. كان دائما نسيم معتزا بدينه وبأصوله اليمنية، فكنا نراه دائما يردد الشهادة قبل وبعد مبارياته ويحمل لافتات إسلامية. كان مثل نسيم الأعلى هو أسطورة الماضي والحاضر والمستقبل محمد علي، واستطاع نسيم أن يكون صديقا لمحمد علي، حتى أن محمد علي صرح أكثر من مرة أنه يرى نفسه في نسيم. والمقاتل الشهير الروسي المسلم حبيب يعتبر نسيم واحدا ممن ألهموه، وتربطهم الاثنان صداقة حتى وقتنا هذا. اعتزل نسيم الملاكمة وهو في 28، ولكنه خلد اسمه كأحد أفضل الملاكمين في التاريخ حتى وقتنا هذا.